خير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى هعمل معاكم فطاير محشيه، قولوا بيتزا محشيه. معانا بقى ايه ده العصاج، معانا فراخ مقطعينها ومعصجينها، تقدروا تحشوها باي حشوه بتحبوها، لحمه، اي حاجه. ومعانا دي جبنه، جبنه مقطعينها صغير خالص، دي جبنه رومي، عايزين تجيبوا جبنه موتزاريلا مفيش مشكله. و3 معالق زيت. ومعانا هناخد معلقة خميرة فورية اللي هي الجافة دي، وكوباية مية دافية. وعايرنا الدقيق يا جماعة بنفس الكوباية، 3 كوبايات دقيق منخولين بنفس معيار المج ده كده، اللي تعايروا بيه المية هو اللي تعايروا بيه الدقيق. انا كده كنت نخلة الدقيق بقى في الطبق، وهحط عليه معلقة سكر ومعلقة خميرة كبيرة، خميرة اللي هي الخميرة الفورية. انا ببتدي دلوقتي بقى يا جماعة احط معلقة سكر كده على العجينة زي ما انتوا شايفين. بصوا، دي معلقة الاكل الكبيرة، احط معلقة سكر كده بس مش مليانة قوي يعني. وهبتدي احط معلقة خميرة بقى كبيرة، معلقة كده كبيرة كويسة. ونجيب خميرة نضيفة يا جماعة عشان تعمل معانا تست حلو. حطينا كده معلقة وشوية صغيرين كده، يعني معلقة كبيرة مليانة حلوة كده. والحشو بقى حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين. هبتدي احط بقى ال3 معالق زيت، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف والطريقة. هحط بقى ال3 معالق كده زيت. والحشوة بتاعتنا زي ما انتوا عايزين بقى تحشوها، اي حشوات بقى انتوا بتحبوها واولادكم. بجد بجد ولادكم هيعشقوها ويقولوا لك يا ماما اعملها لنا كل يوم. هركن بقى الحشوات على جنب. هبتدي اعجن بقى العجينة بتاعتي. هحط المية تدريجيا شوية بشوية، واعجن شوية بشوية. بصوا، هنعجن في العجينة بتاعتنا شوية بشوية. والمية بتاعتنا ما ندلقش الكوباية مرة واحدة، تدريجي كده، واحدة بواحدة. ما تنسوش بقى يا جماعة الدعم بتاع اللايك، الاشتراك في القناة، والشير، وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. دي بقى طريقة فطاير محشية على البوتاجاز. هنعملها مش في الفرن خالص، على البوتاجاز. عايزين تقولوا عليها بيتزا قولوا، هي فطاير كده محشية جميلة جدا جدا وهتعجب أولادك، وبطريقة سهلة وبسيطة. أنا أولادي يا جماعة كانوا بيقعدوا بقى يا ماما اشتري لنا بيتزا، عايزين فطاير محشية. فأنا بقى عرفت الطريقة، قلت بقى أما إيه، أطلع أقولها لكم. ومش مكلفة خالص، هي 3 كوبايات دقيق، ومعلقة خميرة فورية كبيرة، ومعلقة سكر، و3 معالق زيت، وكوباية مية دافية. والحشوات دي بقى ايه حسب بقى ما انتوا تحبوا، وحسب بقى ايه اولادك بيحبوا ايه. انا المرة دي كده غيرت، عملتها لهم بالفراخ. انا بعملها لهم على طول يا جماعة، بس انا قلت بقى ايه، الاول جربتها كده مع اولادي، ولما لقيتهم ان هي نجحت معايا وعجبت الاولاد، قلت بقى اعملها لكم. فانا المره دي عملتها بالفراخ. بتقطعي كده الفراخ قطع صغيره خالص خالص، وبتحطي بصله في معلقه سمنه، وبتقلبيها، وبتحطي بقى البهارات بتاعتك، توم باودر، بصل باودر، اللي انت عايزاه. دي بقى العجينه. بصوا بعد بقى ما ايه لميناها كده، وعجينه قطنيه وجميله. بصوا، ده كده شكل العجينه لميناها بقى مع بعض. وهسيبها بقى في الطبق تختمر. الخمر ده بقى يا جماعة حسب بقى ايه الوقت، ممكن تاخد ساعة الا ربع، تاخد نص ساعة، انت برضو تبقي تبصي عليها. انا كده حطيتها وغطيتها كده بغطا، وممكن تحطي فوطة كمان على الغطا، بس ما جاتش معاكم اللقطة دي. هتحطي فوطة بقى على الغطا وتسيبيها بقى تختمر. العجينة دي يا جماعة تعمل معاكم 6 فطيرات حلوين محشيين. بس هي المرة دي طلعت معايا 7، طلعت معايا 7 فطيرات. بصوا العجينة بقى بعد ما خمرت وعليت، بصوا هشة وجميلة وقطنية ازاي. بصوا يا جماعة انا بوريكم. وجبت بقى اللي هو المفرش بتاع العجن ده يا جماعة، ده مفرش جميل جدا جدا. انا اول مرة اجربه معاكم بس تحفة بصراحة. ورشيت عليه كده دقيق عشان ابتدي اقطع بقى معاكم العجينة. هنقطعها، هتطلع معانا دي العجينة دي هتطلع لي 7 كور كويسين جدا. وهتشوفوا بقى معايا، وبطريقة سهلة وبسيطة عملت بقى لأولادك فطاير محشية جميلة جدا. وطعمها بجد يا جماعة روعة وخرافة، وجربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا جدا. انا مش بطلع اقدم معاكم اي حاجة لما اكون جربتها مع اولادي كذا مرة. بصوا العجينة قطنية وهشة وجميلة ازاي وطرية.
فانا لما بعمل لكم اي وصفه او حاجه، انا بعمل لكم حاجه انا جربتها في البيت عندي مع الاولاد، وبعدين بطلع بقى اقدمها لكم. بصوا بنعملها كده كور متوسطه، هتطلع معانا ان شاء الله الثلاث كوبايات دي دول هيطلعوا معاكي 6 كور حلوين او 7 ايه متوسطين يعني كويسين برضو. ببتدي بقى ايه اعمل الكور بتاعتي، وبعد بقى ما بخلص بقى يا جماعة بعد بقى ما بنخلص خالص خالص الكور بتاعتنا، بنغطيها بقى بفوطة علشان العجينة بتاعتنا ما تنشفش. انا كده ايه بقطع معاكم بقى العجينة كلها زي ما انتوا شايفين، بطريقة بقى سهلة وبسيطة. هتعملي فطاير محشية لأولادك في البيت على البوتاجاز بقى، من غير فرن ولا عجن كتير ولا خبز كتير ولا أي حاجة، وفي وقت قليل هتعملي لأولادك أحسن فطاير محشية. أنا كده بقطع معايا العجينة بصوا. واهم حاجة تكوني بقى ايه الحاجة اللي انت بتعجني عليها تكوني دهنها كده دقيق عشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش. بصوا اخر قطعة دي عملت لي 3 كور تاني مش 2. بصوا فهتطلع معانا 7 كور يعني 7 فطيرات. بصوا جمال وطراوة العجينة بجد جميلة جدا جدا، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. هنا هي طلعت معايا 7 كور. بصوا انا ببتدي كده اكورها واسيبها بقى اغطيها بالفوطة. هنجيب بقى فوطة ونغطي معانا العجينة عشان ما تنشفش، ونسيبها بقى هترتاح. ودي بقى الدقيق بتاعنا اللي احنا دهنين بيه المفرش او الحاجة اللي احنا او على الرخامة، ما فيش مشكلة زي ما انتوا تحبوا، مش شرط المفرش ده يعني. انا ده لسه جايباه جديد وقلت بقى اعجن بيه. بعد كده بنبتدي باول واحدة احنا ايه قرصناها او قطعناها. بصوا بنبتدي نفرد بقى كده العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بفردها كده الاول حتة صغيرة بصوا، وابتدي احط بقى الحشو بتاعي اللي انا عاوزاه. انا عاملاه هنا بالفراخ وحطيت عليها شوية جبنة، عايزين بقى تحطوا جبنة موتزاريلا مفيش مشكلة زي ما انتوا عايزين. انا حطيت كده المتاح عندي، كان عندي جبنة رومي فرحت مقطعاها كده وحطيتها، وابتدي اكور كده العجينة بصوا بنفس الطريقة، وابتدي بقى افردها زي ما انتوا شايفين. بفرد بقى العجينة بالطريقة دي والشكل ده كده، هتبقى معانا كده فطيرة مدورة وحلوة، وهتطلع هشة وطرية وجميلة زي ما انتوا شايفين. بصوا انا كنت بقى فردة دقيق كده على المفرش ده عشان العجينة ما تلزقش معايا، وهعجن معاكم واحدة تاني عشان تشوفوا قد ايه هي جميلة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت وهتعجب اولادك، بدل بصراحة ما نروح نشتريها بره بقى من المحلات او المطاعم بتبقى غالية. لا انت عملتيها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. طبعا الدقيق بيبقى موجود عندنا، واي حشوات بقى انت عايزاها. هعمل معاكم واحدة كمان. بصوا انا بوزع الدقيق كده وبفردها بنفس الشكل برضو وبنفس الطريقة، ودي هنعملها على البوتاجاز يا جماعة، ولا بقى فرن ولا عجن كتير ولا خبز كتير ولا وقت، احنا بنعملها على البوتاجاز. وحطيت كده الحشوة برضو بنفس الطريقة. انا قلت اعمل معاكم واحدة كمان برضو، ولو انت لسه عروسة جديدة بقى ومتجوزة تعمليها هتبهري بيها بقى جوزك، وطعمها جميل جدا جدا زي ما انتوا هتشوفوا كده معانا. واتمنى بقى ان انتوا تجربوا الطريقة دي يا جماعة هتعجبكم، وبطريقة سهلة وبسيطة. عملتي بقى لولادك في البيت بقى عايزة تقولي عليها بيتزا قولي فطاير محشية، هي فطاير محشية زي ما بقول لكم كده. بصوا انا عملت معاكم كده 2 وهكمل بقى الباقي. بصوا يا جماعة جميلة وهشة وطرية وحجمها حلو، مش صغيرة ولا كبيرة، حجمها متوسط، حجمها زي الفطيرة كده اللي بتتباع عند الراجل بتاع العيش الفينو، حجمها حلو. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى كده. بعد كده هجيب بقى يا جماعة طاسة على النار، وهيكون جنبي طبق فيه مناديل، والزيت بتاعنا يقدح شوية على النار كده، وابتدي احط فيه بقى البيتزاية بتاعتي. بصوا وابتدي كده طبطب عليها بالراحة بالمعلقة اللي معايا الكبيرة دي، بالراحة كده بطبطب عليها بطبطبة كده بالراحة، واكون حاطة بقى طاسة ما بتلزقش يا جماعة،
تكون طاسة مانعة للصق، تيفال بقى، جرانيت، اي حاجة، بس تكون طاسة مش بتلزق زي ما انتوا شايفين كده. بجد الطريقة دي سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا جدا، ومش بتاخد مننا وقت بقى، ولا فوق ولا بتتحط في الفرن بقى، ولا نقعد نعجن فيها كتير. وكمان لو انت عندك عجان هتعجنيها في العجان، مش هتاخد معاكي وقت خالص. انا طبعا انتوا عارفين بقى العجان بتاعي صغير، فمش هيستحمل يعني عجن قوي، بعمل في الكيكات والتورت والحاجات دي ان شاء الله. وربنا يا رب يكرمني ويكرمكم يا رب ان شاء الله. وهجيب واحد وابقى اقول لكم بقى على الماركه وعلى كل حاجه باذن الله، لما ربنا يفرجها يعني، وربنا يوسع على الجميع يا رب، ويفرجها عليكم وعلينا. بصوا بصوا جمال وحلاوه بقى البيتزا طالعه ازاي محمره وجميله. بصوا، وبطريقه بقى سهله وبسيطه ومش مكلفه ولا حاجات بقى خزعبليه. زي ما قلت لكم، هم 3 كوبايات دقيق و3 معالق زيت. وننخل الدقيق يا جماعه قبل ما نشتغل فيه، ونجيب خميره تكون كويسه، خميره اللي هي الفوريه. بنحط معلقه كبيره ومعلقه سكر، وبنعجنهم بقى مع بعض. بصوا يا جماعه جميله ازاي، وهشه وطريه، ومش بتنشف خالص منك، وبتطلع جميله جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا قلبتها كده تاخد لون برضو على الوش التاني زي ما انتوا شايفين. بجد يا جماعه تعجبكم جدا جدا، حلوه ولذيذه، يامي يامي، جميله جدا جدا. تعالوا اتفضلوا معانا، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. هعمل معاكم كمان واحده. بصوا هنا كان في لسه زيت بقى في الطاسه، وكل ما نلاقي الزيت خلص من الطاسه بنبتدي بقى نحط ايه، نحط زيت تاني. هعمل معاكم واحده تانية. بصوا بجد يا جماعه هتعجبكم جدا جدا، وهتعجب اولادك وجوزك، بدل بقى ما تطلعي تشتريها من بره باسعار غاليه ومكلفه. بجد اسعارهم بقت في البيتزات وفي الفطاير المحشيه غاليه. لا انت هتعمليها في البيت بقى لاولادك، ومش هتكلفك حاجه. واي حشوه بقى مش مرتبطه بحشوه معينه، اي حشوه بقى اولادك بيحبوها تقدري تحشي بيها البيتزا الجميله دي او الفطاير الجميله الحلوه. بصوا بصوا اللون الجميل، يعني طالع كده لونها ذهبي وحلو، ما اتحرقتش مننا. وبطريقه سهله وبسيطه هتدلعي بقى اولادك في البيت، تعملها لهم كده غدوه عشوه. هتبقى لذيذه وجميله زي ما انتوا شايفين. وبطريقه بقى سهله وبسيطه عملت لاولادك فطاير محشيه في البيت، وكلوا بقى وشبعوا بألف هنا وشفا على قلوبكم. بصوا انا بجد بعملها لاولادي على طول، بيطلبوها يعني مني وكده، فانا قلت بقى اطلع اعملها معاكم واوريكم قد ايه هي جميله وهشه وطريه. بصوا ده بقى ايه البيتزا بقى بعد ما طلعت. بصوا يا جماعه جمالها وحلاوتها. بصوا طالعه جميله وهشه وطريه. وهقطع معاكم بقى واحده واوريكم قد ايه هي طريه من جوه وجميله وما نشفتش معانا. بصوا بقى الجمال والحلاوه وطعامه البيتزا. اتمنى كنتوا تبقوا معايا والله تدوقوا منها. انا قطعت كده نصين. بصوا بقى يا جماعه طريه ازاي من جوه، وهشه وجميله، ومفكتش مننا في الحشو ولا اي حاجه. بصوا بجد بطريقه سهله بقى وبسيطه. دلعي اولادك في البيت ودلعي جوزك في سهره في غدوه في كده، هتبقى جميله جدا جدا. بصوا طلعت معانا بقى دي 7 فطيرات، حجمهم حلو، شايفين الحجم ما شاء الله جميل جدا جدا. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وبحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا، واتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. باي باي.